هو أنا اللي حرويها، حيحكيها لنا بطل القصة المحامي علي العقلة. حياك الله يا أبو فريح. يا أبو فهد. خش يا حبيبي. في قصة عجيبة وغريبة وردتني في عالم المحاماة، ومن أعجب ما رأيت يعني أمانة، وقصة حبيت أني أشارك فيها متابعينك الكرام. القصة الله يحفظك ويحفظ من يسمع. في قبل تقريبا 1399 تحديدا تزوج شخص خليجي من امرأة سعودية في الرياض، وعندما حملت وتحديدا في الشهر التاسع اضطر أنه يسافر عند أهله في هذه الدولة الخليجية، وخاف على المرأة وما في بطنها، فوصى جاره عندهم كبيرة في السن أن تهتم بأمر المرأة وتراجع فيها في المستشفى لأن ربي يسهل أمرهم. وذهب وراح لأهله. المرأة العجوز أخذت السيدة هذه وراحت المستشفى. رزقت السيدة ببنت. بعد يومين ذهبت السيدة للبيت وظلت الطفلة في المستشفى. كانت المرأة العجوز هي اللي تراجع المستشفى تشوف أحوال الطفلة. جت لأمها وقالت ترى البنت توفيت، الله يشفع بها، ووكلنا المستشفى أنهم يدفنونها وينهون إجراءاتها. يعني الطفلة ولدت كان فيها علة، كان فيها مرض، اضطروا أنه تجلس تحت العناية الفائقة في المستشفى. مرت الأيام، بعد عدة شهور رجع الأب من الدولة الخليجية يسأل عن زوجته وجابت. قالت والله جبنا بنت لكن أخذها الله سبحانه وتعالى، وانتهى الموضوع. ورحلوا إلى دولتهم الخليجية وعاشوا وخلفوا أولادا وبناتا. وبعد 20 عام أتت إلى هذه المرأة دعوة لحضور زواج شخص من أقاربهم في الرياض. تلبوا الدعوة وحضروا الزواج. بعد الزواج تعرف الزوج يسأل زوجته كيف الزواج وكيف المحازيم وكذا. فالمرأة ما ركزت إلا على نقطة معينة عن العروسة فقط، والكيمياء اللي بينها وبين العروسة. وش يعني حست في شيء غريب. فالزوج كان يقول له وش تقصدين، يعني وش تبي توصلين له؟ قالت لا بس خلاص، وقفلت الموضوع لكن أمام زوجها. لكن حقيقة جلست تبحث وتدور وشغلت الاستخبارات النسائية الخاصة في المرأة، فوصلت إلى أن المرأة هذه العروسة لقيطة. هنا يعني كأنه أحد كب عليها ماء بارد. فبدت يعني تجد في البحث. طيب ومن المسؤول عنها؟ من اللي رباها؟ قالوا رباها العجوز الفلانية اللي هي كانت جارتهم في الرياض. اللي ودتها المستشفى قبل 20 سنة ودتهم للمستشفى. إذن الآن زادت الشكوك وأصبحت أقرب إلى اليقين. فبدت المرأة تبي تتخذ خطوة إلى الأمام، خطوة لتحقيق الهدف، وهو إثبات نسب هذه البنت التي تعتبر لقيطة. بس لكن ما تدري وش الإجراء القانوني، ما تدري وش العرف السائد في هذه الحالة. فراحت مباشرة قالت أنا أروح إلى الراس. راحت إلى العجوز، طقت عليها الباب، السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا شفتك في الزواج أمس، توقعتك أحد المعازيم اللي طلعت إنك أم العروسة اللي ربيتيها. قالت نعم أنا ربيتها وافتخر. قالت يلي ما تخافين الله، تاخذين بنتي وتقطعين وصلها من وصلي وتنكرين نسبها، ليش تسوين لي كذا؟ أعوذ بالله، أبدا غير صحيح. هذه البنت أنا أخذتها من دار الرعاية الاجتماعية نظامية، بنت لقيطة ما لها أحد، قلت أكسب الأجر فيها. فتوجهت إلى المحكمة، قالت ما في إلا أقيم دعوة. وقامت دعوة لإثبات نسب الفتاة. وحضروا عند القاضي قالت لا قاضي هذه البنت بنتي، وش دليلك؟ قالت والله ما أعلم إلا قلبي ويقيني، هذا دليلي، ما عندي أي شيء، وقلب الأم دليلها. قال قاضي هنا محكمة ما تحكم بالعواطف، لابد أن يكون الحكم بالأدلة والوثائق. لكن خلنا نروح نستدعي المرأة اللي ربتها. يا بنت أنت من وين جبتي البنت؟ قال والله أنا جبتها من دار الرعاية. خاطبوا دار الرعاية، وجدوا أنه فعلا أوراق رسمية إنها أخذتها بطريقة رسمية. طيب يا دار الرعاية من وين جتكم البنت؟ قالوا والله وجدناها ملفوفة في خرقة ومحطوطة عند دار الرعاية، وأخذناها وانهينا إجراءاتها النظامية وسجلت. والنظام عندنا أن نحاول ندمج هالفتيات هؤلاء مع المجتمع، ويعني أوراقها سليمة. تقدمت لها هذه العجوز وأخذتها. نعم. القاضي أراد أن يقطع الشك باليقين، راح خاطب المستشفى اللي ولدت فيه هذه الفتاة. أرسل خطاب المستشفى، قالوا
هناك فتاة ولدت في عام 1399. وش صار عليها هذه الفتاة؟ رجعوا للأرشيف وجت الإفادة التالية: في عام 1402 انفجرت أنبوبة غاز بجوار غرفة الأرشيف فأتلفت جميع البيانات اللي كانت موجودة قبل 1402. إذن لا توجد أي بيانات ولا يمكن أن نحكم ما هو مصير هذه الفتاة في ذاك الزمن. قفلت بالضبط والمفتاح، ما في أي شيء. إذن ما أمامنا إلا التوجه إلى DNA وهو الحمض النووي. وكان في بداياته في المملكة تقريبا، في إذا ما خاب ظني، واستعانوا في DNA وللأسف أتت النتيجة سلبية، لا يوجد ارتباط بين الفتاة وأمها. فحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوة، وكان حكمه ابتدائيا. المرأة هنا ما استسلمت، قالت يجب أن أثبت نسب هذه البنت بأي طريقة كانت. فأتت إلى مكتبنا وقالت أنا أرغب في الاعتراض على الحكم. طبعا الاعتراض على الحكم هو أن تتوجه إلى خاصرة الحكم. خاصرة الحكم هي الأسباب والحيثيات اللي بنى عليها القاضي حكمه. فبنى القاضي حكمه على DNA، فكانت هذه الخاصرة رخوة وخفيفة، فكانت أصبناها في مقتل فتم إبطال الحكم بفضل الله. وكان الاعتماد على نقطة معينة، أن المسألة مسألة إثبات نسب وليس تنازع بالنسب، وكان الواجب على فضيلة ناظر الدعوة أنه يأخذ القرائن والأدلة الأخرى، ومن ضمنها القافية اللي هم أهل خبرة في مسألة تحديد النسب. عفوا، الدين ما هو علم دقيق؟ هو علم دقيق بشكل عام، لكنه ليس 100%، وإنما بنسبة 99.99، كما أنه معرض للخطأ البشري. قد يكون هناك خطأ في سحب العينة أو فسادها، أو هناك تدخل بشري بطريقة أو بأخرى، وربما تتلف هذه العينة. وكان يجب على فضيلة ناظر الدعوة أنه يأخذ بالأدلة والقرائن الأخرى لإثبات النسب، ومنها القيافة، وهذه إحدى أعمال إدارة المجاهدين التابعة لوزارة الداخلية، ومن ضمن مهامها مساعدة المحاكم في إثبات النسب. اللي هم يقول لهم المري. صحيح. اللي هم فئة عندهم فراسة وموهبة من الله في معرفة النسب، ويأخذونهم بالخبرة والوراثة ويطورونها بالممارسة، مثل القصاصي الآثار. صحيح. وظن لها أثر في البخاري. صحيح. صحيح. روى البخاري في حديث عائشة في إثبات نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه. رجعت المعاملة من التمييز بملاحظات، وبناء عليه فتح القاضي الجلسة للنظر في القضية. وفي ذات الوقت حضرت الأم وحضرت العجوز، وذكرت الأم أنها هي أغنى من هذه البنت، وهي التي ستورثها ولن ترث منها شيئا، ورزقت بأبناء، فليس هناك مصلحة ظاهرة في إثبات النسب سوى الحقيقة، وأنه لا يرضيها أن تبقى بنتها مجهولة النسب وهي صاحبة نسب. وبناء عليها القاضي استعان بأهل القيافة، وكلهم أجمعوا بالإجماع أن هذه البنت هي لهذه الأم، وأن الأم هذه بنتها. سبحان الله. في هذه اللحظة سقطت العجوز صاحبتنا اللي قبل 20 سنة مغشيا عليها، فاقت من الغفوة وقالت أنا أعترف أنه القصة أني أنا اللي أخذت البنت من المستشفى وكانت طيبة ولم تتوفى، وسلمتها لدار الرعاية وأخذتها من دار الرعاية. القاضي سألها وش اللي دعاك أنك تفعلين هذا الشيء؟ قالت هو هوس بحب الأطفال اللي حرمني الله منهم. وبناء عليه حكم القاضي بإثبات نسب هذه البنت لهذه الأم. سبحان الله. المحكمة يعني صار يعني كانت كل من بالمحكمة يعني صابته قشعريرة، يعني سبحان الله، أمر يؤثر. يعني الأم مشيت ورا إحساسها. أيوة. وطلع في النهاية هو الصحيح. صحيح. وبناء عليه جاءت المرأة عندما وجدت من هذه العجوز حسن التربية، وحفظت هذه الفتاة القرآن، وزوجتها الزوج الصالح، وأنبتتها نباتا حسنا، تنازلت عن الحق الخاص فيما يتعلق بحقها تجاه هذه الجريمة. فسبحان الله، انظروا إلى الأم، لماذا الله سبحانه وتعالى وضع 3 حقوق للأم مقابل حق للأب؟ لمثل ذلك. انظر، الأم تركت زوجها وأبنائها كم سنة استغرقت القضية؟ 4 سنوات تقريبا، وهي في أروقة المحاكم، واستعانت بأشخاص كثيرين، وتمشي وراء إحساسها فقط. يا سبحان الله. ولا يقدم ولا يؤخر لها شيئا من أمور الدنيا لإثبات نسب هذه البنت، وإنما هو غريزة الانتماء وغريزة الحنان وغريزة الحب لهذه الأم. فاللهم احفظ لنا أمهاتنا. آمين. صراحة من أعجب وأجمل القصص اللي سمعتها. أي والله. شكرا لك يا أبو فريح. خير واسفين